كوتش، رموك في السماء لفوق. أجل وكأنني أطير. من هذا اللاعب هناك؟ بيلي، من الأفضل، ريال أو دورتموند؟ الريال. ألف مبروك يا كوتش. أريد منك أن تحقق اللقب ال20 للريال. إن شاء الله. بصراحة أنا لم أكن أتوقع أن أعيش هذه اللحظة، لأنه عندما كنت صغير كانت هذه اللحظة بالنسبة لي مثل الخيال. كنت دائما أحلم بها وأتخيلها، والحمد لله اليوم تحقق الحلم. هل أنت حزين لأنك تواجه فريقك السابق في نهائي دوري الأبطال وهزمتهم 2-0 أم لا؟ بصراحة شعور جدا صعب وأيضا محزن، لكن هذه كرة القدم، أحيانا تجعلك سعيد وأحيانا تحزن، لكن هذه هي اللعبة. بيلي، برأيك من الذي سيحقق الكرة الذهبية لهذا العام؟ أنت أم فينيسيوس جونيور؟ لأن كلاكما قدم أداء رائع في هذا الموسم. بصراحة أنا لا أعرف، لكن بالنهاية القرار عند فرانس فوتبول، الأفضل هو الذي سيأخذها، وأتمنى كل الحظ لفيني. شكرا لك على لقائك اللطيف هذا بيلي. بأحلامه أن يأخذها فيني، أنا الذي سأخذها. أهلا بالبطل. ماما، كيف حالك؟ معي بلينغهام هنا. يلا حلوا عن طيزي. ماما، سأريك واحد منغولي، تعالي معي. هذا هو، لقد وصلنا. صراحة مليني. ماذا؟ فيني، تعال كلم ماما. هاي فيني. أنا أثبت لك أنني أفضل مدرب. سيد توني، اليوم هذا آخر يوم لك في نادي ريال مدريد. ما هو شعورك في هذه الوداعية الجميلة وأنت تحقق دوري الأبطال؟ بصراحة شعور جدا جميل وجدا سيء بنفس الوقت. لا أستطيع أن أتخيل بأن هذه آخر مباراة لي مع نادي ريال مدريد، ولكن هذه الحياة، لكل بداية نهاية. هاي فايف. الموسم القادم ستلعب معي في قلب الدفاع. أوه، هذا الذي كان ينقصني. سأشتغل رقاصة أحسن. كوتش، تعال، أنا هو السبيشال وان. أنت هو أفضل مدرب. صحيح، لكن من بعد أنشيلوتي. كلب. سأخذ الكأس معي إلى المنزل لكي أنام معه. انتهى دورك جود، أعطيني الكأس دوري. فاموس، الكأس الثاني لي مع ريال مدريد في دوري الأبطال. بيزي بيزي تلحس. سأذهب لضرب كورتوا الكلب لأنه يدعم الكيان. مللت من الفوز بالألقاب. أوه بيلي، كيف حالك حبيبي؟ أحسنت صنعا خوسيلو، أداؤك اليوم كان جيد. بدأنا بالمسخرة الآن. أنا أفضل لاعب، أنا أفضل لاعب، أنا أفضل. أمي، أرجوك لا تحرجيني أمام أصدقائي. لا حبيبي، لن أحرجك، لكن سلم لي على ابن خالتي. ابن خالتي أين هو؟ أنا لا أراه. لا ليس هذا. أين؟ الذي على اليسار، وسلم على ابنة خالتك أيضا. أهلا ماما، لا تطلب مني هذا الطلب مجددا. لماذا؟ ما المشكلة عندك في هذا؟ شكلي كان يبدو مثل الغبي. إياك أن تصبح مغرورا يا ابني. إذا سيد كروس، أنت لاعب أسطوري وجيد من دون أي أدنى شك، لكن برأيك من الذي سيأخذ مكانك في نادي ريال مدريد ويصنع الأسيستات إلى فينيسيوس جونيور مثلك أنت؟ بصراحة أن يأتي لاعب مثلي هذا جدا مستحيل، لأنه لا يوجد في العالم اثنان كروس، يوجد كروس واحد وهو أنا. لكن بصراحة أنا أرى أيضا أن هناك بعض بوادر الخير في أردا جولر، لكن يجب أن ينتبه على جانبه البدني أهم شيء قبل أن يبدأ باللعب كرة القدم، لأن الجانب البدني هو الأهم لكي لا تغيب عن مباريات كثيرة، وأتمنى الأفضل للنادي أنا دائما. توني، أنت اليوم أصبحت من أكثر اللاعبين الذين حققوا دوري الأبطال بفوزك للقب السادس على التوالي في مسيرتك. هل من الممكن أن يأتي لاعب ويحطم هذا الرقم؟ بصراحة هذا الإنجاز
جدا صعب، ومن الممكن أن يأتي لاعب ويحطم هذا الرقم، لكن يجب أن يكون هذا اللاعب يلعب لنادي ريال مدريد لكي يحطم هذا الرقم ويفوز ب7 دوري أبطال على الأقل، لأنه مهما كان اللاعب لاعب محترف ولاعب موهوب لن يفوز في أي بطولة لو كان يلعب مع نادي لا يفوز في البطولات. يجب على كل لاعب أن يختار مسيرته بيده ويعرف مع من يلعب. توني، شكرا لك صديقي على هذا اللقاء اللطيف الذي كان بيننا. لا، واحد قهوة فقط. لك في مسيرة كرة القدم. شكرا لك أنت أيضا على هذه الاستضافة الجميلة في هذا اللقاء، وأتمنى كل الخير لهذا النادي العظيم. شكرا لك توني، لكن انتهى وقت اللقاء. أراك على خير. وداعا سيد كارلو، اليوم أنت تحقق إنجازا أسطوريا، تعرف ما هو؟ نعم، أعرف الإنجاز. أنت اليوم تفوز بلقب دوري الأبطال الخامس في تاريخك، ما هو شعورك؟ شعور جيد، شعور الفرحة في الإنجاز الذي فعلته الآن، لكن كل الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى كامافينجا وأيضا فالفيردي، لأن كامافينجا لعب بكل المراكز. المركز الوحيد الذي لم أضعه فيه هو مركز حارس المرمى، وصواريخ فالفيردي ومراوغات فيني واختراقاته وتمريرات كروس بدون أدنى أي شك. هذا الفريق جدا عظيم، لا يعتمد على مهارات لاعب واحد. منظومة هذا النادي تعتمد على مهارة جميع اللاعبين، حتى لو كان هناك لاعب ليس في يومه يخرج لك لاعب ثاني ويغطي عن أداء زميله السيء ويسجل. سيد كارلو، هل برأيك ريال مدريد سيفوز بدوري الأبطال العام القادم؟ بصراحة أنا لا أعلم بالغيب لكي أجاوبك على هذا السؤال. هذا يعتمد على معنويات اللاعبين إن كانت مرتفعة لتحقيق المزيد من الإنجازات، ولكن رغم ذلك سأقول بأننا سنفوز في دوري الأبطال، لأنه في العام القادم سينضم إلينا كيليان مبابي، وبالتأكيد اللاعبين ستعود إليهم روح المنافسة وسيتجدد لهم الحماس، وإن لم يعد لهم الحماس لتحقيق الألقاب والانتصارات هذه مشكلة كبيرة. حسنا سيد كارلو، برأيك من الذي سيفوز بالكرة الذهبية لهذا العام؟ جود بيلينغهام أم فينيسيوس جونيور؟ الاثنان ممتازين، لكن أنا لا أعلم بصراحة، لأن الاثنين قدموا أداء جيد طول الموسم. بيلي في الدوري الإسباني كان جيد، وفينيسيوس في دوري الأبطال أيضا كان جيد. سيد كارلو، أنت هو مدربهم، بالتأكيد ستعرف من الذي يستحقها. الذي سيحسم الموضوع هو شيء واحد: إن فاز بيلي في اليورو هو الذي سيأخذها، وإن فاز فيني في الكوبا أمريكا هو الذي سيأخذها أيضا، ولكن لنترك الجمهور في التعليقات يعطينا رأيه من الذي يستحقها. سيد كارلو، هل برأيك أن الذي لا يضغط على زر اللايك في هذا الفيديو ويشترك في القناة هذا إنسان سيء؟ لا بالطبع، ليس إنسان سيء، لكنه سيضيع على نفسه الكثير من المتعة. حتى لو كان يشجع برشلونة أو أي نادي يجب أن يضغط على زر اللايك ويشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات. وبالنهاية هذه وجهة نظري. شكرا لكم على المشاهدة يا أصدقاء، أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، واكتبوا لنا في التعليقات برأيكم من الذي سيفوز في الكرة الذهبية، جود بيلينغهام أم فينيسيوس جونيور. وتقديرا لتعبي على هذا الفيديو أتمنى منكم أن تضغطوا على زر اللايك، لأن هذا الفيديو أتعبني كثيرا، وبإمكانكم أن